قلت لي انك عايزني. سامع. اصبر شويه لما القعده تكمل. ليه؟ في حد تاني جاي ولا ايه؟ السلام عليكم. اهلا. ده انت عامل اجتماع موسع بقى. طب واحنا هنضيقها على نفسنا ليه؟ طيب نتكلم بقى عشان عندي شغل. يلا. جهزت نفسك لسفريه الصين؟ لسه الوقت ما في. انت عرفت منين؟ هو مش معرض كوانز السنوي قرب خلاص؟ اللي بالحق، هو انت بتسافر كم مره في السنه؟ اسافر مره خلص فيها كل شغلنا، ولو عاوزنا حاجه بعد كده الوكلاء الصينيين بيبعتوها. بتاخد معاك كام مليون يا جو؟ ايه يا جماعه خير؟ انتوا فاتحين لي تحقيق ولا ايه؟ الله، طب وانت بتقفش ليه يا اخي؟ ده احنا اخواتك وجايين ندردش معاك ساعه صفا. وانا بقى ما عنديش ولا وقت لدردشه ولا لساعه صفا، لان عندي شغل. ايه؟ عندك حاجه اهم من اخواتك حبايبك؟ عندي سفر وعندي شغل. ما هو ده بقى الموضوع يا يوسف اللي احنا جايين عشان نتكلم معاك فيه. خير. انت عارف يا جو ان الحاج دلوقتي اعصابه تعبانه بعد حكايه الخطف دي، عشان كده كلنا لازم نبقى ايد واحده، ولازم الشغل يمشي احسن من الاول بكتير. باللي بتعملوه ده انتوا معطلين الشغل. ما هو علشان احنا شايفين ان المسؤوليه تقيله عليك قلنا نشيل معاك. تشيلوا معايا ايه يا حبايبي؟ احنا عرفنا ان انت بتسافر ب5 مليون دولار تجيب بيهم طلبيات. 5 مليون دولار يعني 30 مليون جنيه. لازم حد يشيل معاك يا يوسف. ما هو كمان ما ينفعش يبقى احنا موجودين ونسيبك تتعذب بالحمل ده لوحدك. حد مين بقى يا استاذ وحيد؟ انا. ايه؟ انت ايه؟ انت مش فاهمك؟ انت تعرف ايه في الصين عشان تسافر معايا؟ ما هو مش هيبقى لوحده يا يوسف. ايه؟ العيله كلها هتسافر؟ رايحين رحله لناطر احنا؟ انا بس اللي مسافر معاكم يا جو. وانت مسافر تعمل ايه انت كمان؟ عندي شغل، رايح اعمل ملف صحفي عن البضاعه الرديئه اللي بتيجي مصر، وهتفق على مكان للجرنان الجديد انا والحاج جاد. ايه؟ جد؟ جد ايه؟ جد ايه؟ يا ابني اهدى اهدى، هتعور نفسك كده. خد الامور ببساطه واعمل حسابك انك مش هتطلع السفريه دي غير وحيد معاك. انت يا فردوس فين الاكل؟ لا اله الا الله. انت يا زفت اللي اسم الجنه. انت يا بنت يا نيله يا جنه. النهارده يا حاج جنه ما بقتش شغاله في البيت ده. ليه؟ هي خرجت راحت فين؟ لا ما خرجتش ولا حاجه، بس زي ما تقول كده هتبقى واحده من اهل البيت. اصل انا هتجوزها. تتجوزها؟ تتجوزها ما تتجوزهاش بس انا ما تهمنيش. المهم اما اندى عليها الاقيها. بعد كده هي في البيت ده عباره عن خدامه وبس. عايز تتجوزها خدها وغور بيها من هنا. كلمني بقى باسلوب مختلف شويه، مش كده بقى. يعني ايه يالا؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده قليل؟ بلاش بقى يا حاج بقى بلاش شتيمه بقى. خلونا نقعد نتكلم شويه كده مع بعض. انت مش شايف الزفت ده بيرد عليا ازاي؟ معلش يا حاج، حقك عليا انا، حقك على راسي. خلاص يا وحيد، انت كمان نتكلم بعد ما الحاج يخلص اكل. انا مش عايز اتكلم، انا اللي عندي قلته وخلاص. جنة هتبقى مراتي قريب قوي. ربنا يخليك ليا يا سوحي. غور يا بنت انت من قدامي. قلت لك ما تعملهاش كده. خلاص بقى، خلاص كفايه بقى زعيق وشتيمه. تعبت، اعصابي تعبت من كتر الخناقات كل شويه. الله، انت اللي هتزعق في وجودي؟ انتوا ايه حكايتكم؟ خلاص ما حدش بيسمع كلامي، ما بقاش ليها توقير وسطيكوا. جاتكوا نيله، ده انتوا نيله بس. جاتكوا القرف على وسخك. انت فعلا معاك حق، احنا تقريبا بقينا في مشاكل طول الوقت، بقت حاجه تزهق. يلا خلونا ناكل. خش يا بنت يا جنة اندهي فردوس وحسونا، خلينا نقعد ناكل مع بعض. الكراسي كتير اهي. لا ده حاجه بقت مش طبيعيه فعلا. اف حلو قوي. لما الست تبقى تبع جوزها بيبقى حلو برضه. انا اروح اشوف راح فين. قول له ان دلال مراته خارجه بكره، خليه يواسيها في ابنها اللي مات في بطنها. منه لله بقى اللي كان السبب. يلا خلونا نقعد ناكل اهو كده نعرف نستطعم الاكل. ايه اللي عملته ده يا وحيد؟
ده كلام يا ابني. انا مش قلت لك بلاش تتكلم في اي حاجه عشان ما تصطدمش بيه؟ ما قدرتش. ده ما فكرش يسأل على مراته ولا كأن حد مات له. ده ابنه اللي مات يا حاجة، ابنه. هو طول عمره كده يا ابني، قلبه جامد، عمره ما اهتز لأي شيء في الدنيا. طب تخيل بقى لما كان أي حد من العيال يعيا وهو صغير ولا يحصل له أي حاجة، كان يقول للمرحومة الله يرحمها لما المرض يخرج من البيت بيبلغيني علشان أجي. ساتر يا رب. ده لو دخل امتحان الأبهات ياخد 0 من 10. يا وحيد كفاية كده. ده بابا على فكرة اللي انت بتتكلم عليه ما ينفعش نتكلم عليه كده. معلش، حقك عليا. ما تزعليش يا أجمل وأرق أخت في الدنيا. شايفة يا بت؟ شايفة؟ اتعلمي اتعلمي، جايز تبقي زيها. يلا يا حاج اقعد عشان ناكل. يلا يا بت اقعد يا سمر، اقعد يا حسونة. يلا بسم الله. اسمعني بس، انا هقول لك انت بس اديله الشيكات. طب اقول لك على حاجه، انا ما اشوفك انا هحلها خلاص، مالكش فيه بقى. يلا سلام سلام. يجرى اي حاجه. طب والله العظيم خير، كل اللي هيجي خير. خير؟ منين هيجي الخير والنصايب نازله على دماغي بترف؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله اخواتك يا حبيبي قاعدين لي زي قرد قطع. بقول لك يا حاج، انا عايزك اليومين دول بالذات تخلي اعصابك كده في ثلاجه وكده، ما ينفعش كده. انا عن نفسي اخر مره هروح عندكم البيت بصراحه، انا كنت قاعده مخصوص عشان مستنيه الحاج، لكن غير كده خلاص اللي بيحصل عندكم ده قله ادب ومهزله. ما انا معاكي. اقول لك على حاجه، طب انا رايي بقى ان انتوا تقعدوا هنا اليومين الجايين دول. ومين قالك ان انا هقبل الهبل ده بس؟ الله، يعني واحده خدامه عايزه تساوي راسها براسنا؟ ده ايه المصيبه السوداء دي؟ والتاني اللي اسمه ايهاب ده لو طلع بكره نشرها لي في خبر هتبقى مصيبه فوق المصيبه. المصيبه اللي بجد في الواد كمال ده ابن سعاد. الواد ده ما بيطقنيش بجد، وانت السبب يا يوسف. انا السبب ايه بس؟ الله يا حاج، بس انا عملت ايه بس؟ انا كنت قاطع رجله، كنت بعده عني، منع يخش البيت او الوكاله، وكان بيعمل لي 100 حساب. قعدت تقول لي مش كده يا حاج، سامعه يا حاج، قربوا منك يا حاج، اديني نيلته، ومن ساعتها والمصايب نازله تلف على دماغي. معلش يا حاج، يوسف اكيد ما كانش قصده، ما يعرفش انهم بقوا معصاب على بعض. بقول لك يا حاج، ممكن تريح نفسك انت وتسيب لنا المشوار ده؟ سوري يا جماعه، انا عارفه ان الوقت مش وقته يعني، بس غصب عني انا كنت محتاجاك تحضر لي $500,000 مزنوقه على الاخر، البضاعه في الجمارك مش عارفه اطلعها. انا اسفه قوي يا سعيد، انا اسفه. يا يوسف، شوف خالتك لقاء عايز ايه ونفذه. ايوه انا تحت امر خالتي، بس اصل السيوله سيوله ايه؟ خلاص ما تقعدش تدور على كلام تقوله لي. فوت عليا بكره الصبح وانا هاخدك ونروح البنك. لا 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 لا، يعني الحسابات السريه دي ما بتطلعش غير للحبايب ولا ايه؟ ما تتكلمش انت عن الحبايب، ما انت من الحبايب برضه. وبعدين بصراحه انا في دماغي فكره كده، لو تمت ان شاء الله هقطع رقابيهم كلهم. ماشي، تأمرني يا حاج. ومش عايز حد من البهايم دول يهوب ناحيه الوكاله. يهوب ناحيه الوكاله بس؟ طب ده في واحد منهم يمكن يجي معايا الصين. ايه الصين كمان؟ لا، ده لما يشوفوا حلمة ودنهم. ليه يا حاج؟ خليهم يجوا على الاقل الواحد مره واحده يخش المطار وهو مطمن. سيبهم لي انا بقى يا حاج، انا